السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ الفراخ اللي قدامنا دي يا جماعة عمرها النهاردة 21 يوم. الفراخ اللي قدامنا ديت فيها فراخ بيضة، فراخ ساسو، وفراخ بلدي. تمام. انتوا عارفين ان احنا تقريبا يوم بيوم بنصور لكم الفراخ وبنشوف احنا بنمشي مع الفراخ ازاي، وايه هي الحاجات اللي ممكن نحطها للفراخ، سواء كانت خلطات تزود الوزن او علاجات، على اساس ان احنا نحافظ على الفراخ بتاعتنا تمشي معانا تمام ان شاء الله. لو لاحظتوا يا جماعة هتلاقوا إن أنا مغير الفرشة، شلت الفرشة القديمة وحاطط قدامكم فرشة نشارة نضيفة بيضة أهي. غيرت الفرشة القديمة بفرشة تانية جديدة. طب أنا غيرت الفرشة القديمة ليه؟ زي ما بنقول يا جماعة، طول ما الفرشة عندنا نضيفة، إحنا طول الدورة بنقلب الفرشة بتاعتنا على قد ما نقدر، كل ما ندخل نقلب الفرشة بتاعتنا. طيب الفرشة عندي طول الدورة من تقليبي فيها خلاص هي ناشفة، مع التهويات الكويسة اللي أنا بعملها الفرشة عندي ناشفة وتمام، خلاص ما عنديش مشكلة. لو بدأت بقى إن الفرشة خلاص مش نظيفة، مهما تقلب فيها هي خلاص ما بقتش نظيفة، الوسخ فيها باين زيادة عن اللزوم، الفرشة غمقت، يعني سواء كانت نشارة أو تبن، الفرشة خلاص بدأت تعمل رقات، بدأت تغمق معاك، الإخراجات بتاعة الفراخ فيها كتير، فنعمل إيه؟ لازم نغير الفرشة. طب ده في ناس كتير بتقول لك ما تغيرش الفرشة، ده شيل الفرشة غلط، الكلام ده ما تسمعوش لحد. لو سيبنا الفرشة موجودة القديمة زي ما هي وزودنا عليها زي ما بنقول، الفرشة اللي تحت دي بتبلل معايا الفرشة الجديدة وبتعرق. ولو حسينا ان الجو اصلا قالب معايا او في برد او الكلام ده، وجيت ان انا الم التهويات، هتلاقي ان الفرشة كتمت وطلعت ريحة على صدر الفراخ وبوظت معايا الفراخ، وهتلاقي الفراخ عندك بدأت تنفق زي ما هتشوفوا في الفيديو اللي قدامكم ده اهو. بس زي ما انتوا شفتوا كده، لازم ان احنا نشيل الفرشه القديمه ونحط مكانها فرشه جديده. لو الفرشه خلاص ما بقتش نضيفه عندي، احنا بنربي في البيوت، في المزارع عمري ما اقول الكلام ده، في المزارع كده كده عنده مساحات مع التهويات الكبيره اللي بيعملها. الدفا هو كده كده بيولع غاز او كده بيدفي المكان عنده، وعنده تهويات كويسه، وعنده مساحات كبيره ان هو يفتح للفراخ في المساحات دي. فمش هيشيل فرشه يعني، ولا هيقرف نفسه ولا الكلام ده، الفرشه بتتشال اخر الدوره. لكن في البيت انت بتربي في اوضه، بتربي في اوضتين، المساحه عندك محكومه والتهويات محكومه، وكمان بتخاف من السقعه في الايام اللي احنا فيها دي، فبتقفل بزياده. فالتقفيل بزياده ده بيجي عند عمر معين، والفرشه حتى مع التقليب اللي انا عامله والكلام ده كله الفرشه خلاص ما بقتش نظيفه، يبقى لازم تتشال. ما ينفعش ان انا اسيب الفرشه واقول اصل في ناس بتقول لي شيل الفرشه غلط، لو غيرت مكان الفراخ او غيرت فرشه الفراخ الفراخ بتتغير. كل ده في الفاضي، لانك لو سبت الفرشه الفراخ هتموت، مش بس هتتغير، هتموت فعلا. تمام. دي اول حاجه. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها التهويات، عمر 22 يوم دول خلاص أنا ما عنديش مشكلة خالص مع التهويات، أنا بفتح الإبل خالص طول النهار على وسعه، إلا لو حسيت إن هو ممكن يدخل هوا بلمه شوية، لكن طول ما هو الإبل أصلا ما بيدخلش هوا، وغالبا هو بيدخل شمس أصلا كمان، فلو في شمس داخلة يبقى كويس أوي. بفتح الإبل على وسعه يدخل الشمس ويسحب معايا النفس والصهد والرطوبة بتاعة الفراخ. بفتح قدامه كمان البحري حاجة بسيطة جدا، ما بفتحش البحري على وسعه. لو فتحت البحري على وسعه هيعمل معايا مشاكل تنفسية كبيرة، فأنا ما بهويش البحري أو بهوي الإبل. بالنسبة بقى لدرجة الحرارة اللي أنا محتاجها عمر 22 يوم، درجة الحرارة عمر 22 يوم يا جماعة هتكون 28 درجة مئوية. تمام، 28 درجة يعني إيه؟ يعني لو الجو عندي أصلا كويس في المكان، كويس في الجو الخارجي، أنا شايف إن الشمس طالعة والجو دافي، خلاص أنا مش محتاج حتى إن أنا أولع لمبات جوه، مش محتاج إن أنا أدفي المكان، أنا محتاج درجة حرارة 28 اللي هي درجة الدفء الطبيعي، درجة الجو الطبيعي لما يكون الجو دافي. طيب لو الجو عندي برد مش جايب، يبقى لازم اولع لمبات حتى بالنهار. في ناس تقول لك الفراخ خلاص حاجه و20 يوم، الفراخ ظبطت معايا، حجمها كويس، جسمها كويس، انا مش مولع لمبات بالنهار اوفر الكهرباء والكلام ده، طبعا ده غلط مليون في المية، مفيش الكلام ده. احنا لا بنقول نسقع الفراخ بتاعتنا اطفي اللمبات بتاعتك كلها، ولا بنقول دفي زي ما كنت بتدفي اول اسبوع، لا. الفراخ بتمشي بنظام، كل اسبوع بننزل درجة الحرارة 3 درجات، هي النهاردة 8، النهاردة عمرها 22 يوم، يبقى درجة الحرارة 28 اللي هي درجة الجو الدافي. لو كان الجو اصلا دافي فخلاص انت مش محتاج تولع لمبات ولا حاجة. لكن لو الجو مش دافي، الجو برد، في سقعة، في هواء، الكلام ده، بتلم الاماكن اللي بتدخل هواء، بتلم التهويات اللي بتدخل عليك هواء، وبتولع اللمبات بتاعتك حتى لو بالنهار عشان تمسك الدفا بتاعك 28 ان شاء الله.
لازم نفهم يا جماعة إن إحنا لنا معيار أو مؤشر بنقيس بيه الفراخ بتاعتنا ديت ماشية معانا تمام ولا الفراخ عندنا مش مظبوطة. يعني عمر 10 أيام ليا معيار، وعمر 20 يوم ليا معيار إن شاء الله. إيه هو المعيار اللي بقيس بيه الفراخ بتاعتي كويسة ولا لأ؟ هو الميزان على العمر ده. عمر 10 أيام لازم يكون موازين الفراخ بتاعتي متوسط ربع كيلو فيما فوق، ده بالنسبة للفراخ البيضة. طيب بالنسبة لل20 يوم أو 21 يوم، النهاردة 21 يوم أهو، إيه المفروض يكون عندي؟ المفروض يكون الوزن عندي على عمر 21 يوم كيلو. متوسط الوزن عندي يكون عامل كيلو 900 جرام كيلو. لو الوزن عندي جايب 900 جرام كيلو، يبقى كده الفراخ عندي ماشية تمام، ما عنديش أي مشكلة. أقل من كده يبقى لازم تعرف إن أنت عندك مشكلة، تلحق تتدارك الموضوع بدري. إحنا لسه عمر 21 يوم، ألحق إن أنا أعدل الفراخ بتاعتي. قدامي لسه في الدورة 15 يوم على الأقل. خلال ال 15 يوم دول أقدر إن أنا أظبط الدنيا عندي إن شاء الله. يعني اقدر اعمل خلطات تزود الوزن، اقدر ان انا اروح اجيب فيتامينات من البيطري بتزود معايا الوزن، اشوف ايه العيب عندي في المكان. لو المكان عندي التهويات مش تمام، الدفا مش تمام، الحاجات دي كلها اقدر ان انا اظبطها ان شاء الله. فهتلاقي الدنيا ماشيه معانا تمام. النهارده عمر 21 يوم، في علاج بنحطه على ال20، جرعه الكوكسيديا اللي احنا بنشتغل بيها باذن الله كل 10 ايام. زي ما انتم شايفين ده علاج الكوكسيديا اللي انا بشتغل بيه. انا حاطط من الخلطه اللي قدامكم دي، البودر اللي انا بعمله ده، 3 معالق شاي على السقاية ال4 لتر اللي قدامنا دي. 3 معالق شاي على السقاية ال4 لتر. طيب أنا مش عارف إيه الخلطة دي، أنا أو مش عارف إيه العلاج ده. كل اللي عليك تروح للبيطري كل 10 أيام. النهاردة إحنا 20 يوم أهو، هتروح للبيطري على عمر 20 يوم وتقول له أنا عندي عدد فراخ قد كده، 50 فرخ، 60 فرخ، 100 فرخ. قول له أنا محتاج جرعة للكوكسيديا، البيطري هيديك جرعة للكوكسيديا إن شاء الله زي اللي عندنا دي أو سوائل أيا كان. وهتحطها لمدة 4 أيام متواصل بالنهار. 3 معالق على ال4 لتر، 4 أيام متواصل بالنهار بس، 12 ساعة. لأن في علاج تاني هحطه بالليل اللي هو السموم إن شاء الله هنتكلم عليه في الفيديو الجاي. تمام كده؟ يا ريت بقى كل اللي عنده فراخ النهارده في العمر ده إن شاء الله عمر 20 يوم يوزن الفراخ بتاعته ويعرفنا الفراخ عاملة معاكوا إيه. اكتب لنا في التعليقات الفراخ عندك الأوزان بتاعتها عاملة إيه على عمر 20 يوم. اللي محتاج أي حاجة يبعت لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.